هلو، عاملين ايه؟ النهارده صحيت الصبح متحمسه وقررت ان انا اتحدى نفسي ان انا امشي 10,000 خطوه، او بمعنى اصح ان انا ازود عدد خطواتي شويه، لان انا بقالي فتره قاعده في البيت مش بنزل كتير. الجو كان برد بس دلوقتي الجو بدأ يتحسن، فانا كده عايزه ادي لنفسي دفعه ان انا ابدا اتحرك اكتر. ورقم 10,000 ده ملوش اي معنى، هو بس رقم شكله حلو. وبالمناسبة اصلا رقم 10,000 خطوة ده اللي اخترعوه كان ساعتها في اليابان في الاولمبيكس، واختاروا رقم 10,000 بس لسبب ان هو شكله بالياباني عبارة عن شخص بيمشي، فهو كان شكله حلو فملوش اي معنى يعني. فالهدف من التحدي ده ان انا ازود عدد خطواتي وان انا ادي لنفسي دفعة ان انا ارجع اتحرك تاني اكتر. فاستنوا معايا بقى لاخر اليوم علشان تشوفوا اذا كنت هعرف اعمل التحدي ده ولا لا، واذا كنت هقدر اوصل ل10,000 خطوة ولا لا. وانتوا كمان ممكن تشتركوا معايا في التحدي ده بان انتوا في اليوم اللي هتشوفوا فيه الفيديو او اليوم اللي بعده هتكتبوا لي مشيتوا كام دقيقة في اليوم او مشيتوا كام خطوة في اليوم على حسب انتوا بتقيسوها ازاي. فيلا انتوا كمان اتحركوا واشتركوا معايا في التحدي. نسيت اقول لكم ان انا لما بدأت امشي كنت عاملة تقريبا 1200 خطوة، لاني الصبح اتحركت شوية في البيت. فتعالوا بقى نكمل مشي ونشوف هقدر اعمل كام خطوة. المشي في الغابة بيكون مخيف شوية، بيعلي الادرينالين كده. طول ما انا ماشية عمالة اتخيل ان الشجر ده دب واقف او حيوان واقف وهيهجم عليا في اي لحظة. يعني الموضوع مخيف شوية بس برضو في كده احساس بالمغامرة. دلوقتي بعد 30 دقيقة مشي عدد خطواتي بقى 4300 خطوة، فبداية حلوة جدا لليوم. دلوقتي بقى كمان هروح اجيب بنتي من الحضانة ونرجع البيت، فالمفروض طريق للبيت يزود لي كمان 1000 خطوة ولا حاجة. فهنشوف، كملوا الفيديو للاخر وهنشوف سوا. رجعت البيت وخمنوا عاملة دلوقتي كام خطوة بسرعة. قولوا قولوا قولوا. عملت 6500 خطوة. بدأت اتفائل واحس ان انا شكلي كده هقدر اكمل خطوات. تعالوا بقى نحضر وجبة محترمة لان انا ماكلتش الصبح، يا دوبك بس شربت الماتشا وما كنتش جعانة فماكلتش حاجة. فتعالوا نحضر وجبة سوا. انا جايبة بابايا عايزة اقطعها معاكم. هي المفروض ان هي دلوقتي مستوية وتبقى طعمها حلو قوي، لما بتبقى صفرة كده يعني هي استوت كويس. بصوا شكلها حلو قوي. البابايا مفيدة جدا للهضم، وكمان فيها فيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين اي، يعني مفيدة جدا جدا للبشرة. المفروض كمان ان البذور بتاعتها دي بتتاكل. اول مرة اجربها بصراحة. ملهاش طعم، يعني شبه طعم اليوستفندي شوية، مش عارفة طعمها غريب. وفي الاول كده، في الاخر قصدي، طعم اروماتيك قوي قوي عامل زي البهارات. عندي تساؤل عايزه اتناقش معاكم فيه، وهو ان احنا ليه دايما بنميل ان احنا ندفع فلوس كتيره جدا في حاجه ممكن بس بتدي مسكن مش علاج لمشكله عندنا، على ان احنا نمسك المشكله دي ونحلها من جذورها. زي ان احنا ممكن ندفع فلوس كتيره جدا في حاجات كوزماتكس مجرد بس بتعالج كده من بره، يعني يا ريتها حتى بتعالج، بتدي تأثير مؤقت على ان احنا نحل المشكله من جوه. يعني احنا ممكن لو اهتمينا باكلنا ما نحتاجش ان احنا ندفع فلوس كتيره جدا في حاجات كوزماتكس ملهاش اي لازمه، ويبقى السكين كير روتين بتاعنا حاجه مينيمم خالص، اللي هو يبقى الغسول ويبقى المرطب وخلاص على كده. والحاجة التانية برضو ان احنا ممكن مثلا نروح ندفع فلوس قد كده في حقن اللي هي المونجارو والاوزمبيك علشان نمنع بس ان احنا نسمع اشارات جسمنا ونوقف اشارات الجوع والشبع دي خالص. لا انا مش عايزة اتواصل مع جسمي، انا عايزة اسكت اشارات الجوع والشبع دي، وادفع فلوس قد كده في الحقن ديت علشان بس اوصل لجسم معايير الجمال محطوطة ومزقوقة علينا فيه من الشركات المستفيدة بان احنا نقعد ندفع فلوس ليها، سواء بقى شركات الادوية بتاعة التخسيس او شركات التجميل اللي اصلا بتخلق لنا مشكلة مش موجودة عندنا اصلا علشان يدونا حل، فنروح ندفع فلوس كتير قوي في الحل اللي اصلا ما بيشتغلش. يعني خلقوا لنا مشكلة السليولايت علشان يحسسونا ان احنا عندنا مشكله في جلدنا، فنروح ندفع فلوس قد كده في كريمات السليولايت اللي اصلا ما بتعملش حاجه. فانا مش عارفه ليه فعلا البني ادم مش عايز يكون متواصل مع جسمه ويسكت مشاعره كمان بان هو يروح ياكل، ويسكت اشارات الجوع والشبع بالحقن، على ان هو يحل المشكله الاساسيه اللي جواه وياكل لما يكون جعان ويوقف لما يكون شبعان. فمش عارفه بصراحه، يا ريت تتناقشوا معايا في الموضوع ده في الكومنتس. حضر بقى الطبق الاساسي. انا قطعت شويه خيار وهاخد كمان شويه موتزاريلا فريش، وهعمل ساندوتش تركي مدخن، وهحط عليه ريكوتا. الفتره دي معلقه قوي على الجبنه الريكوتا مش عارفه ليه،
هي ستيل الجبنة القريش رقم 1 عندي يعني، بس بدأت كده ريكوتا تخش معاها في المنافسة يعني. هي برضو نسبة البروتين فيها كويسة وطعمها حلو شبه الجبنة الكريمي شوية، فعجباني قوي الفترة دي. فحطيت شوية ريكوتا وهحط شوية مايونيز لايت كده. بحب برضو طعم المايونيز في الساندوتش بتاع التركي قوي. بحب ان انا اوزع دايما كل حاجة كده عشان اتأكد ان كل قطمة هيكون فيها حتة من الصوص يعني. وهحط شوية خس عشان نزود الفايبر في الساندوتش. بحط خس كتير انا عارفة. وده الشكل النهائي للطبق بتاعي. ضفت شوية شيبس وشوكولاتة وطبعا البابايا اللي قطعناها، وعملت كوباية قهوة جنب الاكل. وبس كده، هروح اكل وانا متصلة مع جسمي واشوفكم بعد شوية. تعالوا نحضر العشاء واقول لكم عملت كام خطوة لحد دلوقتي. بعد الاكل اتمشيت تقريبا حوالي 15 دقيقة في البيت، وكمان كان ورايا تنظيف البيت فتحركت حبة. فدلوقتي وصلت 8500 خطوة. شكلي كده هقدر اكمل خطوات النهاردة. والنهارده بقى هناكل مكرونه بشاميل. انا بحب اعمل البشاميل يكون بدهون قليله، واحط بقى انا جبنه موتزاريلا كده على الوش، فبحب ان انا اخد الدهون اكتر من الجبنه عن الزبده. معرفش، ده تفضيل شخصي، فكل واحد على حسب بقى هو بيحبها ازاي. وبحب دايما كمان جوه الصينيه من تحت اكون حاطه فيها شويه بشاميل. بالنسبه لي لو انتوا مش حاطين ده كده ريد فلاج. انا بحبها اكتر بالفراخ عن اللحمه المفرومه، فعملت شويه فراخ كريسبي في الاير فراير دي اللي هي بتبقى جاهزه من السوبر ماركت، وحطيتها بس في الاير فراير ستايل. قطعت شويه فلفل وزيتون، بحب برضو طعمهم قوي مع الفراخ والمكرونه. هي ممكن نسميها نجريسكو بقى، مش عارفه، بدل ما نقول عليها مكرونه بشاميل. المهم ان انا بعملها بالطريقه اللي انا بحبها يعني، فكل واحد يعمل الاكل بالطريقه اللي هو بيحبها، عشان هي دي الطريقه اللي هتخليك اصلا تكمل على اللايف ستايل ده. يعني انا لو عملت اكل ملوش طعم وما يتاكلش عمري ما هكمل. يومين 3 هلتزم بالاكل دوت وخلاص، علشان عايزه اخس مثلا، وبعدها مش هكمل وهرجع ازيد تاني كل اللي انا خسيته. فالاهم من ان انا امشي على دايت معين ان انا اعمل حاجه اكون مرتاح عليها طول حياتي. بصوا ده شكلها بعد ما حطيت الفلفل والزيتون. هحط بقى شوية بشاميل في النص فوق طبقة الفراخ والفلفل والزيتون والحاجات دي كلها، بتخليها تبقى جوسي اكتر. بتحبوا تحطوا بيضة على الوش بتاع البشاميل، او يعني البشاميل اللي بيتحط على الوش، ولا ما بتحبوش؟ احنا ماما دايما معودنا ان هي بتحط بيضة في البشاميل اللي بيتحط على الوش، وبطحن معاها كمان شوية فلفل اسود علشان لو في زفارة في البيض او اي حاجة تبقى مش موجودة في الطعم يعني. فاحنا متعودين دايما في البيت بتاعنا ان احنا بنعملها بالطريقة دي. واصلا بما ان في ناس كتير من بلاد تانية غير مصر بتتابعني، كل واحد فيكم بقى يقولي من انهي بلد وبيعملوها ازاي برضو. ونيجي بقى لاخر خطوة واهم خطوة بالنسبة لي، وهي الجبنة. لما بتخش كده الفرن وبتاخد الطعم اللي هو الكريسبي بتاع الجبنة ده بتبقى خطيرة. لا تقولولي بقى بشاميل الخميس بتاع محمد حازم ولا اي حاجة، ده ممكن نسميه بقى بشاميل السبت بما ان الفيديو بينزل يوم السبت. وده شكلها النهائي. هدخلها بقى الفرن واوريها لكم بعد ما تخرج. تعالوا جاوبوا على واحد من اسئلتكم. السؤال ده من راما، بتقول انا حابة اعرف معلومات اكتر عن التغذية الحدسية، وكم اخدت منك وقت لوصلتي للوزن المثالي. طيب الاول يا روما، انا كنت اتكلمت كتير عن التغذية الحدسية في الفيديوهات بتاعتي. كنت قلت لكم ان احنا بنرجع ان احنا نتواصل مع جسمنا تاني، بناكل لما نكون جعانين فعلا ونوقف لما جسمنا يحس بالاكتفاء. كمان في التغذية الحدسية مهم ان احنا نعرف ازاي نتعامل مع مشاعرنا بعيدا عن الاكل. يعني انا مش باكل لو انا حاسة ان انا زهقانة، ولا حاسة مثلا ان انا متوترة من الشغل، او حاسة ان انا مضغوطة، او حاسة مثلا ان انا اتخانقت مع حد فكان عندي شعور بالغضب فرحت طلعت الغضب ده في الاكل. فلازم افهم مشاعري واسميها واعرف الطريقة الصح اللي اتعامل بيها مع مشاعري دي بعيدا عن الاكل. فده كده باختصار مبادئ التغذية الحدسية. الجزء التاني من سؤالها بتقولي اخدتي وقت قد ايه علشان توصلي للوزن المثالي. طيب خلينا الاول كده نضرب كلمة الوزن المثالي دي، علشان الوزن المثالي ده بيتغير من فترة تانية بناء على معايير الجمال اللي بتحطها الشركات المستفيدة مننا احنا كستات،
ان احنا دايما نكون خايفين وقلقانين من شكلنا ومن جسمنا علشان هم ينتفعوا بان احنا نروح زي المجانين نشتري المنتجات بتاعتهم، علشان سواء عشان نخس او علشان نداري التجاعيد او علشان نعالج حبوب، بدل ما ان احنا مثلا نتواصل مع جسمنا وناكل الاكل المناسب لجسمنا، لا احنا بنروح نشتري الادويه بتاعتهم والحاجات اللي بيقعدوا يعملوا لنا اعلانات ليها علشان بس نداري شويه عيوب زي ما هم بيسموها، وزي ما هما بيوترونا من شكل جسمنا علشان دايما نكون خايفين فنروح نشتري الحاجات اللي هما بيعملوها. خليني احسن اكلمك على الوزن البيولوجي اللي هو بيكون الوزن اللي جسمنا مرتاح فيه، بتكون فيه هرموناتنا مستقرة، الوزن ما بيقعدش يطلع وينزل بريت عالي، يعني خلاص الجسم كده وصل لنقطة هو مرتاح فيها. انا بقى جسمي ممكن ياخد وقت قد ايه عشان يوصل للوزن البيولوجي ده؟ ده معتمد على كذا حاجة، معتمد على قد ايه انتي صادقه مع نفسك في تطبيق التغذيه الحدسيه. هل انتي فعلا بتاكلي وانتي جعانه فعلا، ولا قاعده عماله تلقطي اكل طول الوقت؟ وهل قادره فعلا تتعاملي مع مشاعرك بعيدا عن الاكل، ولا احيانا بتستخدمي الاكل علشان تعملي سوزنج لنفسك وتهدي نفسك وتبعدي عن مشاعرك وتهربي منها؟ فعلى حسب انتي قد ايه صادقه مع نفسك ده هيحدد الريت اللي جسمك هينزل فيه في الوزن. وكمان معتمد على قد ايه انتي بعيده عن الوزن البيولوجي ده، يعني لو انتي مثلا بعيده عن الوزن دوت 20 كيلو او اكتر، لا ممكن الريت اللي تنزلي فيه في الشهر ممكن يبقى 4 كيلو او اكتر كمان. لكن لو انتي قريبه من الوزن البيولوجي ده ساعتها النزول في الوزن هيكون ابطا شويه. انا اصلا نفسي ان انتوا ما تركزوش مع الوزن، ركزوا احسن في ان انتوا تبنوا عادات صحيه تقدروا تكملوا عليها حياتكم كلها، وما تقعوش في الفخ اللي كلنا بنقع فيه لما بنعمل دايت، بان احنا يكون عندنا هوس بان شكل جسمنا يكون مثالي. بصوا يا جماعه بعد ما خرجت من الفرن شكلها بقى خطير ازاي، والطبقه بتاعت الجبنه كريسبي وشكلها تحفه جدا. وده شكل الطبق بتاعي، عملت جنبها سلطه بالكرنب الاحمر. جماعه ايددت كملت ال 10000 خطوه، واكشلي كمان عملت 10500 خطوه. اتمنى ان انتوا كمان تكونوا اشتركتوا معايا في التحدي ده، وتقولوا لي في الكومنتس عملتوا كام خطوه او عملتوا كام دقيقه النهارده، او كمان ممكن بكره بما ان الفيديو بينزل الساعه 6 فممكن يكون مش فير ليكم ان انتوا تلحقوا تعملوا الخطوات. فاليوم اللي هتشوفوا الفيديو تاني يوم تعالوا قولوا لي عملتوا كام خطوه او عملتوا كام دقيقه مشي. وكالعاده هختم اليوم بتاعي بكوبايه القهوه الديكاف ومعاها الشوكولاته. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. stay mindful واشوفكم الفيديو الجاي.